غلطة راسي تنصلي وتنشفر. 3 ديال الحوايج اللي بغيت أي واحد نبلوريه في حياته، هو أنني نتفركز على الحوايج اللي ما عندوش فيهم تحكم أولا، وثانيا نتفركز على شي حوايج اللي ما عندوش، وثالثا نتفركز على الماضي ولا على المستقبل. دونك إلا بغيت أي واحد ما نبقاش مبلوطي في حياته، خصو يدير العكس ديال هاد الشي هذا، اللي هو نركز عليا أنا، ونركز على شنو عندي، ونركز على الحاضر. هادشي علاش بديت به الفيديو، حيت تنشوفو أن مواقع التواصل الاجتماعي بحال انستغرام مثلا تتخلي داخل في واحد ديبريسيون اللي تتنسى راسك وتتبع الآخرين. هذا عايش في المالديف، هذا مشى لأوروبا راكب على الرونج روفر، وهاديك اللحظة اللي شتيها ديال الفرحة تلقى حياتو كاملة كآبة، وحياتو كاملة كيوجد الفلوس باش تصور ليك نتا درت الغلطة. اوتوماتيكمون هنايا تنشوفو واحد بلاصة ما تقول الحمد لله وتخدم بهادشي اللي عندك، كتبقى مركز على شنو ما عندكش. كنديرو حتى في الناحية الدينية، الشيطان فاش كيبغي يدخلك كينسيك النعم اللي عندك، كيخليك تشوف شنو ما عندكش باش ما تحمدش الله وما تركزش على اللحظة. الأفكار بصفة عامة منين تيجيونا؟ من واحد النظام الاعتقادات، وهذا النظام ديال الاعتقادات براسو كيتوارث الوالدين، حيت 80% من الأفكار ديالنا تنورثوها من عند والدينا. كاين شي والدين الله يسمح ليهم ما واعيينش، كما تيقولوا الفاقد الشيء لا يعطيه، اللي تربى عليه تيشدو تيديرلو طروبيطولي وتيعطيه نتا، هو براسو ما عارفش واش غلط ولا صحيح، غير هذا الشيء اللي ربوا عليه والديه كيحاول يعطيه لك نتايا. شنو تلقاو؟ أن عندك نتا اوبجيكتيف في الشاطئ، ولكن خدام بواحد النظام الاعتقادات اللي هو في الغرب، اللي هو ماشي ديالك، اللي هو غير ورثتي على والديك، وهداك اوبجيكتيف غيخدم طريقة التفكير ديال والديك ماشي طريقة التفكير ديالك. هادشي علاش بنادم تيتبلوطا. وعندنا جوج أنواع ديال نظام الاعتقادات، عندنا نظام اعتقاد بناء، وعندنا نظام اعتقاد اللي هو مدمر. وهذا نظام الاعتقاد اللي هو مدمر كيخليني ندمر حياتي بلا ما نحس، حيت ديك الجملة ديال نتا عدو لراسك راه اوتوماتيكمون هادي راه شي وحدين راه ما محتاجينش شي واحد يدمرهم ولا هما مدمرين راسهم براسهم. وهاد نظام الاعتقادات متيجيش غير من عند الوالدين، كاين واحد الطوطة وحدة أخرى اللي هي ديال المجتمع. عندنا واحد الأفكار واحد المجتمع الأفكار ديالو دمرت، بحال تقول مثلا كاع الأغنياء شفارة، حتى والله ما كينعسو بالليل، حتى حنا فقراء مرتاحين تنحط راسي على المخدة تنعس. هذا نظام اعتقاد خاطئ، ماشي كاع اللي لاباس عليهم شافرين وما كينعسوش بالليل، كاين اللي لاباس عليه وكيخرج الصداقة وتشيط على الفلوس باش يعيش في فيلا ويشري طوموبيل ب100 مليون. هاد النظام الاعتقاد كيخليني أنا نحس بالذنب، كيخليني نحس بالذنب وتشوف نتايا الفلوس كأن انت إلا درتي ما عندكش الحق دير الفلوس، حيت المجتمع زرع فيا هاد الفكرة هادي ديال اللي هي النظام اعتقاد مدمرة فشلت. وكاين واحد الطوطة وحدة أخرى اللي هو التجارب معلم، والتجارب كاينة واحد التجارب إيجابية كاين تجارب سلبية، وإلا ما عرفتش نحلل هاد التجارب سواء الإيجابية ولا السلبية غتخليني نتبلوطا في حياتي. بحال هاد التجارب نعطيك غير مثال، نبداو بعدا بالتجارب السلبية. واحد السيد كان غادي في الطريق الطونوبيل ديالو ودار قصيدة، إلا ما عرفش يحلل ديك القصيدة وداك الشيء غيولي يشوف أن الطونوبيل تساوي القصيدة تساوي الآلام. هاد السيد هذا عمرو يولي يصرف في حياته كاملة. متفقين معايا؟ ندوزو للجهة الأخرى، ندوزو للتجربة الإيجابية. إلا ما عرفتش نحللها حتى هي تقدر تكون مدمرة،
بحال مثلا واحد الشخص نجح ولا خدا واحد الترقية في الخدمة ديالو، كيولي يشوف راسو أنا وأنا وأنا. هاد اللعيبة ممكن تكون السبب في الدمار ديالو. علاش؟ حيت معرفش يحدد النجاح ديالو. والله سبحانه وتعالى شنو تيقولك؟ تيقول ولا تمشي في الأرض مرحا. يعني ما خصكش تنسب ذات النجاح اللي نتايا، قول الحمد لله ودوز. كنتمنى تكون هاد الأمثلة واضحة. درت قبيلاتي أن عندنا جوج أنظمة د الاعتقاد، نظام الاعتقاد المدمر وبناء. خلاص المدمر باين كيدمر الحياة مباشرة، ولكن راه حتى البناء ممكن يكون مدمر. نعطيك غير مثال، أنا عارف راسي خصني نصلي لأن الصلاة واجب عليا. واش هذا نظام اعتقاد بناء ولا مدمر؟ بطبيعة الحال هذا نظام اعتقاد بناء، ولكن مكنديروش. إذا راه كاين مشكلة معلم، عارف خصني نصلي ولكن متنصليش. هنا نرجعو للأساس، خصني نصلي علاش؟ بزاف ديال الناس معارفينش علاش، حيت كلشي تيصلي، حيت حنا مسلمين، حيت والديا دارو صلي. مكايناش القيمة معلم، معارفينش القيمة ديال الصلاة، لأننا تنصلي وتنقطع. راه الصلاة أنا اللي كنستافد بها ماشي الله سبحانه وتعالى، لأن الله غني عن كل شيء كما كيقولو. اون بليس دو سا الدين ديالنا كيأمرنا استقم كما أمرت، ولكن إلا معطيتهاش واحد لا فالور راه ميمكنش ندوز للفعل، أولا حتى إلا دزت ليه غنديرو وغنقطعو. هادشي علاش كنشوفو مثلا في رمضان بزاف د الناس تيوليو يصليو وتيمشيو للتراويح. علاش؟ حيت رمضان عند المغاربة شي حاجة مقدسة وعندها قيمة عالية. أي نظام اعتقاد إلا مكانش مربوط بالقيمة راه مغنديروش، أولا حتى إلا درتو راه غنقطعو من بعد. هادشي علاش كنقولك مثلا فاش تطبيق وتأزم صلي شرطيات، انت تعرف بأنك انت اللي تستافد من الصلاة، تعطيها قيمة اوتوماتيكمون ولا النظام الاعتقاد مربوط بالقيمة راه غيديك للفعل. بزاف ديال الناس كبر على داك النظام الاعتقاد، خصني نقرا، خصني نخدم، خصني نتزوج. متنقولش واش خايب ولا زوين هاد النظام الاعتقاد، ولكن فوقاش يولي خايب الا درتي بلا ما تعرف علاش، ولا تبعتي هاد اللعيبه غير حيت عطيناها لك والديك والمجتمع. ما عندوش قيمه بالنسبه ليك، درتيه غير حيت هما دارو ديرو وغتفرط فيه من بعد. تلقى مثلا واحد الشخص تزوج ولكن ما دايرش في الزواج ديالو، هذا تزوج غير حيت قالوا له خص تزوج وما عارفش علاش مزوج هو اصلا. هذا تلقاو فطر غير في الجنس، وسمحوا لي على هذا المصطلح، دابا غير كما تنقولوا يتعرض قدام بعضياتهم يتعرض قدام مراتو حلال وهذا. كان بزاف ديال الناس عندهم واحد الاعتقادات واحد الافكار جايبينها من والديهم وكيبنيو عليها حياتهم. كيقولك انا انكبر مثلا ولادي بنفس ذات نظام الاعتقاد ديال الوالديه. انا مكنقولكش واش صحيح ولا خطا، ولكن كنقول خص بنادم يجلس هو وراسو ويقول واش هادشي مثلا في الاجيال اللي جايه. انا كندوي بعدي عن نظام الاعتقاد ديال الدين، انا كندوي على الحياه ديال الابن ديالك بحال المستقبل وشنو خصو يدير وشو هادي وهادي. نرجعو للمثال ديال الصلاه، مثلا تلقى واحد كيصلي ولكن ديك الصلاه ما عندها قيمه بالنسبه ليا. تلقى راسي تنصلي وتنشفر، ولا تنصلي وتنخون مرتي، ولا تنصلي وتنزني، ولا تنصلي وتنكذب على الناس. ما عندها قيمه بالنسبه ليا، حيت ديك الصلاه المجتمع دا اللي صلي، اولا نصلي باش نبان زوين قدام الناس.